بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. ساعة قبل كل شيء إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم إن شاء الله نحضروا مع بعضنا أقلية اللي نحضروها أول العيد. الله غالب إن ما تمكنتش قبل العيد كوني نهبط فيديوهات خاصة بالعيد، مش مشكل، هنا تويكا فيها نهبطوا الفيديوهات اللي نقدر عليهم. قبل ما نتعداو للفيديو نحب نقول لكم اللي مازال ما اشتركش في القناة ماذا به يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يوصلوا باذن الله كل جديد بطبيعه الحال فضلا وليس امرا. وتوا خلينا نتعداو الفيديو نتاعنا. بالنسبه للمكونات نتاعنا لهنايا باش نستعملوا عندي لهنايا الزيت بطبيعه الحال، عندي بصلتين متوسطين مفرومين جويدين، عندي فلفل زينه، وعندي فلفل معجون وطماطم معجونه. لهنايا عندي زاد عندنا الكركم والفلفل الأكحل، ولهنا باش نستعملوا شوية تابل وبرشا كمون. هنايا نجيب المكونات الرئيسيه في القلايه نتاعنا باش ناخذوا الفيد نتاع العلوش بريسك كامل. تنقولك باش نحطوا اخذنا الريال كوليكا بما فيها القصبه نتاعها، فما شكون ما يحطهاش وفما شكون يحطها، انا شخصيا نحبها تتقرمش تهبل. لهنايا اخذت القلب الكوليكا زاده كيما تشوفوا فيه، خذيت الكلاوي زوز كلاوي حطيتهم، وخذيت طروف اللحم الموجودين على جنب القفص نتاع العلوش. لهنا احنا الويسك في الاول ما ذبحنا العلوش ما نمسوش ما نقصوش منه اللحم، جوست هذوما اللي موجودين في القفص اكا هما اللي حطيناهم. كما فيها بيس نعرف فيكم بالعادات نتاعنا باش نحضروا القلايه نتاعنا كما احنا نحضروها في منطقتنا معناها. لا زيادة ولا نقصان، بطبيعة الحال تختلف القلايات من بلاصة لبلاصة، كل بلاد ورطالها كل الناس وكيفاش تاكل. باش نحضروها على طريقتنا احنا، يمكن فيها حاجات فما شكون ما يحطهاش مش مشكل. المفيد هذه قلايتنا احنا وطريقتنا احنا في خدمتها. اخذت الفيد وقد غسلته حتى اللي نظفته بالكدا. بعد باش نتعداو نقصوهم بشويه بشويه، طبعا مش باش نفوتكم في حتى مرحله. اول حاجه اخذت الريه وقصيتها قطع متوسطه، ماهيش كبيره برشا مش زاده صغيره برشا، باش نقصها ومن بعد نحطها تتصمت وحدها فوق الغاز. بطبيعه الحال نحطوا لها الكميه الكافيه من الماء، وتويكاش تعداو نقطعوا بقيه الحاجات بنفس الطريقه. لهنا ناحيه الشحمه اللي موجوده في الكلاوي نحيها باش نجم نقطع الكلاوي بسهوله، ما زاد الشحمات هذوما باش نستعملوهم. وتويكاش تعداو نقطعوا الكلاوي، حسيلوا المكونات اللي عندنا الكليكا نقطعوهم مكعبات متوسطه. كان لاحظتوا معايا لهنا ما استعملناش الكبده، احنا الكبده نحيوها ونشويوها وحدها ما نستعملوهاش في القلايه. ما اللي عنده يحب يحط الكبده وما يشويهاش ويحطها معاهم زاد يجم يستعملها. وتويكا باش نقطع القلب، نردو بين القلب فيه هاك الدم اللي ظل جامد يجم ما ينضافش بالكدا، وقت اللي نغسلوه الكل مع بعضه. لهنا باش نغسلو القلب وحده نظفوه مليح مليح، نتخلصوا مك الدم اللي فيه، وبعدك شي زاده نقطعوه مكعبات بنفس الحجم تاع مكعبات الكلاوي ويا نسد سويت. لهنايا باش ناخد طنجرة ونحطو فيها كمية متاع زيت، ما نكثروش برشا في الزيت خاطر باش نستعملو الشحم. لهنايا باش نحط الشحمات تاعي يتقلاو شوية وحدهم اول حاجة. بعد ما كملنا قلينا شحم في الزيت باش نزيدو الفيد اللي حضرناه ونظفناه مع بعضنا، باش نزيدو الكل مع بعضو ونقليوه في الزيت هذاك بطبيعه الحال باش نحركوه باش ما يلصقش ويتحرق لنا حتى لين يذبل شويه. ومن بعد باش نزيدوه البصل في المرحله هذه، باش نزيدوه البصل المفروم ونزيدو نقليوهم مع بعضهم شويه. وتويكا بعد ما قلينا اللحم والبصل مليح مليح باش نزيدوهم بقية المكونات. لهنايا باش نزيد الطماطم اللي هي 3 مغارف كبار طماطم ونخلطوها شويه مع اللحم.
وتويكاش نزيد عليها نص مغرفة كركم وربع مغرفة فلفل أكحل. ما كثرتش في الكركم على خاطر هي ماهيش باش نعملها قلية زعرة، والفلفل الأكحل باش ما تجينيش حارة برشا بطبيعة الحال، خاصة ان باش نزيدو مغرفة كبيرة فلفل احمر، والفلفل الاحمر بتاعي حار. اوكا انتو ما تعرفوا الفلفل متاعكم زيدوا نقصوا حسب حرارة الفلفل متاعكم وحسب الحرارة زادة اللي تحبوها. وباش نزيدو زادة المغرفة كبيرة فلفل هريسة بطبيعة الحال باش نحلوها في الماء كيما متعودين. بعد ما كملنا قليناهم مليح الكل مع بعضهم، الطماطم والفلفل والمكونات الكليكا باش نزيدو فوق منهم الرية بعد ما تصمتت مليح وتخلصنا من الماء هذاك اللي صمتناها فيه. نحطوها هي اكاها ونحركوهم مع بعضهم، نخلطوها مليح حتى لين تدخل فيها اكل الطماطم والفلفل واللفاحات والدنيا اللي حطيناها كليكا تمتزج مع بعضها، وباش تعطينا هكاكا القول بنين في كل قطعة من قطعة اللحم. ولهنايا باش نزيد اضافه اغلب الناس ما تزيدهاش، ما احنا في المنطقه نتاعنا نزيدوها باش نحطوا الحمص المنفخ ونخليوه يطيبه معاها. قلت لكم هذه يمكن ديفيرونس بين احنا وبقيه المناطق. كان فما شكون كيفنا احنا يحط الحمص يخلي لي في الكومنتير يقول لي انا من بلاصه الفلانيه ونحط حمص كيفكم. ومن بعد باش نمرقوها بطبيعه الحال بالماء دافي ونخليوها حتى لين تطيب. وبما ان هي بطبيعه الحال يعني صوص حمراء باش تجي فيها شويه مرق، ما تكونش كي قلايه شايحه. بون لهنايا لا اله الا الله محمد رسول الله. اوكا ساعه باش نخلطوها وباش نتفقدوها طابت ما طابتش. كيما نطيبوا اي مرقه اي فطور اخر نفس المعامله، نحطوا لها القدر الكافي من الماء ونخليوها تغلي في عقلها. ولهنايا كي قريب تطيب القلايه نتاعنا باش نزيدوها شويه تابل معناها نتاع نص مغرفه صغيره جست. انا نحب وحطيته ما نعرفوا في العلوش معناها ما نكثروش من اللفاحات، حطيت كميه بسيطه، حطيت مغرفه نتاع قهوه ملح وباش نخليهم يزيدوا يطيبوا مع بعضهم. ولهنا قبل ما نطفيه بشويه باش نحط قرينات فلفل كيما العاده والعوايد، باش نحط رشه الكمون. بون ماشي رشه الكمون معناها باش نحط بكميه باهيه نتاع كمون تقريبا ملعقه كبيره، ونخليوهم يكملوا يطيبوا على راحتهم. ما خليوش برشا بطبيعه الحال، الفلفل ما ياخذش برشا في الطياب، والكمون كيما نعرفوا كان يطيب برشا يقلب على مراره وهكايا يحافظ على النكهه نتاعو. ومن بعد هيك نتلاقاو ونوريه لكم في شكله النهائي باذن الله. وهذه هي القلايه نتاعنا بعد ما قرت زيتها وطابت في حقها. لهنايا باش نغرفوها بطبيعه الحال ونقدموها وصحه وبشفاء للي كلا. واللي عجبته الوصفه ما ينسانيش مجان تعليق يقول لي اسكو معناها طيبوها كيما بعضنا الى ليه. ديما الحاجات هذه تبقى تختلف من منطقه لمنطقه كيما حكيت لكم في اول الفيديو. معناها كيما نقولوا الاختلاف لا يفسد للود قضيه، كل واحد طريقته في التقديم، كل واحد طريقته في التطيب. نتعلموا من بعضنا، نستفادوا من بعضنا. اللي عنده حاجة مختلفة عليها أنا يجب يخلي لي في الكومنتير. نستفادوا الناس الكل من بعضنا. هذه طريقتنا احنا نطيبوها بالكيفية هذه، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله النتيجة روعة. بون هي التصوير تحكي واحدة بطبيعة الحال، اللي يذوق يحكم. جربوها ان شاء الله بطريقتي انا في فرص قادمة، واحكي ولي يقولوا لي شنو رايكم فيها. توي كنخليكم في وداعة ربي، ونذكركم باش تتفاعلوا مع الفيديو، تتفاعلوا مع القناة، خاطر تفاعلكم هو اللي يدفعنا باش نقدموا القدام. ومرحبا بالناس الكل القديم والجديد، وان شاء الله عيدكم مبروك مرة اخرى، ونتلقاو ان شاء الله في وصفات جاية وفيديوهات قادمة باذن الله تعالى. توي كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في وداعة ربي. نتلقاو ان شاء الله.